أنا اسمي كريم، بس بعد اللي حصل لي مش عارف أنا لسه أنا ولا حاجة تانية. خليني أحكي لك من الأول. كان يوم عادي، راجع من الشغل تعبان، دماغي مصدعة، أكلت لقمتين ووقعت نص نومة على الكنبة. الساعة كانت 3 وشوية. صحيت فجأة، بس مش بمعنى صحيت، كنت صاحي بس جسمي مش بيتحرك، عينيا مفتوحة بس أنا محبوس جوه نفسي. أول حاجة سمعتها صوت نفس تقيل، مش نفسي، كان جاي من ورا ودني زي ما حد بيهمس، وأنا مش قادر أرجع ورا ولا حتى أرمش. وبعدين حسيت بخطوات بطيئة رايحة جاية في الأوضة. قلت يمكن بهلوس، يمكن حلم، بس الريحة اللي شمتها ريحة تراب قديم زي اللي في القبور. ثواني ولقيت نفسي حاسس بحاجة بتقرب وتقرب لحد ما حسيت بوزن تقيل على صدري، كأن في حد قاعد عليا بس مش بني آدم. كنت سامع نبض قلبي بيخبط في ودني ونفسي بيتقطع. وبعدين وشه قرب، وش سودة بس بعينين حمرا بتلمع. وشه مش ثابت، كأنه بيتغير كل ثانية. وهو بيبصلي قال لي كنت مستنيك، مفيش غيرك شافني وانت صاحي. قلت أصرخ، لساني مش نافع، أقاوم ولا حاجة بتتحرك. وساعتها همسلي بحاجة هبدت دماغي. أنا الجاثوم، بس المرة دي مش هتفوق. وكل حاجة سكتت، مفيش صوت، مفيش حركة، بس الضلمة كانت بتزيد، بتسحبني معاها. وفجأة صحيت، كنت غرقان في العرق، بس ريحة التراب لسه في الأوضة. ولقيت كلمة مكتوبة على الحيطة، مش بخطي ولا بالقلم، مكتوبة كأنها تراب ملزوق. مكتوب فيها أنا لسه هنا واستناني بكرة. اشترك في القناة ليصلك الرعب الجديد.